خالي مرق مني قال لي يا زول تعال دلوقتي خلاص احنا كده شنو؟ خلاص انقبضنا قدامنا خيارين لا ثالث لهم، يا نستسلم يا نغاوي. احنا ما نستسلم، ليه نستسلم؟ احنا نغاوي. ان انتصرنا نكون عملنا خطوه يا قدام، وان انتصره هي اصله دارنا ونازلنا وزولنا ما في حاجه جديده علينا. قام طوالنا جيت داخل على الفقر هددته قلت له ما بتلحقنا خيل لك يا الفقر تختاني نحن بعدنا منك ثاني وين تلقانا؟ نقول لك بصراحه بصدق وامانه نحن جيوبنا بالشيك كبار مليانه. قام الفقر ده قبضني كده قبضني كده قال لي بقبض يوم هينا كفانا اصلت ليك فلسه منقنقه ونشفانا تبيع العمه والشال من جناب حفيانا وتحوم في السوق مفلس حالك تعبانه. رجع لي هو قام خالي قبض وقال له يا ابو الفقر خير لك تلترح تختانا قم بالله شوف فين ناسك تعبانه. نحن حمدنا الله والله ما بينسانا، نحن ادانا من فيض الخزاين وملاء. انا لما قلنا له كده قام طلع مننا طلعته دي نحن ما عرفنا الفهم بتاعه شنو. هو قام شال قضيته دي بير امتها وقام حولها لشنو؟ للنائب الاول لرئاسه الفقر. احنا بنقول له عطيه ده اخير منه الفقر شو كده. يعني وصلت مشكله كبيره برضه. هاي حول له قضيه قال له شوف الناس زي السعد عمر ده قال لي وضعهم كيف وراه وضعنا واضح تمام. قال لي ديل ما بينفعوا معانا نهائي، احنا نحولهم لرئاسه الاغنياء ما ينفعوا مع الناس الاغنياء احنا ما بندورون. كم الفقر جانا صار قال يا جماعه والله نحن محولين لكم الاغنياء. قلنا له مرحب قلنا يا زول لبس الجلالي بالسمحه وتعطرنا وحاجات. قلنا له والمركوب النمر نسيته اي حاجه لبسنا تمام. لما جانا جينا يلغينا جينا قاعد السلام عليكم وعليكم السلام. قام مداله البلاغ ده الفقر الغينا ثالث البلاغ قال انتوا عشتوا مع الفقر 12 سنه لحد ما اداكم شهادات ماجستيرات بروفيسورات في الفقر واللي عملت دولارات ريالات فرنكات استرليني درهم اماراتي ين ياباني نظارات اراك ولم تراني قلم معطر موبايل سوريه مركوب نون وجابوكم محولين معانا هنا. قال جدا مرحبا الله اكبر. قلنا له قدي ما قال لنا الغنى حلو. قال خلاص قال لي دار الفقر هذا والدايرين هذا. قلنا له زي احنا الفقر ده ما تقولوا لنا مره ما داير ما بندور تف. قال عندنا تحرر هنا بعدين. قال لي بقنبنا قال احنا ما بنستلم كل الحكايه بهنو بالرمز. رمز الفقر شنو؟ قال رمز الفقر العنكبوت. بنت العنكبوت في الجيب ولدت فيه سنون مستامنه عارفه الحب وما بيجيب. ضحك الفقر قال بالبقت جديه وخلاص كمل قروش الزوج قعد بايديه. ده رمز الفقر العنكبوت. طيب انت يا الغنى رمزك شنو؟ الغنى قال رمزنا الضغط والسكر انهم بيحبوك فشل كلب زي النصران قابل للذبحه. ما قولوش كثيره ما عندك بديل؟ قال انا بديل مش كثيره الدايره كثيره. ايوه والدايره الفقر بديل ما في نهايه. قال بديل ما في. قلت له ما دايرك يا زول نهايه الغنى انا ما عندي قروش. قال لي ما اقدر نتجرد. قلت له ما بتجرد الا بعد استفسر الفقر. الفقر ده انا جايه صاد ودايري اديني كلمه حجه احتج لما يقولوا لي الناس ليه اخترت الفقر غبح الله الفقر قلت توريني ايجابياتك الفقر. قال لك جدا. ما هو طبعا داير يكسب لي الفقر. قلت له ايجابياتك شنو يا الفقر؟ قلت له ايجابياتك شنو؟ قام الفقر قال لي الغنى ده كان فيه ليك خير انا لي فيه خيرين انا العاش بي سيد الناس وبالحسنين انا اللي بيصبر علي ويكون صديق وامين هناك في الجنه بيسكت اعلى عليين. قلت طيب انا داير القروش. قال لي يا اهل المال تشوفوا اللي الحساب واقفين حاسبوهن على الينات والملين من اين اكتسبتوا وصرف لي يمين السمح والشين بلاقي شيء. قلت له انا معاك. قال لي خلاص معي تتجرب تدي الغنى ده حاجاته. طوالي جدعت الدولارات الريالات الفرنكات سلمت الغنى حاجاته. خالي قال داير الغنى. خالي ده اسمه عمر حسين الكرار هسه يكون مشاهد فينا في جلد يكون مشاهد في الكلام ده. قال داير الغنى. الغنى قال ما بيقبل خالي علي بثلاثه شروط نسمعني. الشرط الاول الغنى قال للفقر عمر ده كان دايرنا ما تحميه وخلوا تجينا هسه نحن بنلاقيه. يجيب له الطمع والدنيا تبسم له ويمسك جيبه مسكين ثاني ما يديه. دي نمره واحد. نمرة اثنين قال لي شروط ولا بد تطبق فيه إيد شحيح ويكره كل سائل. يلم المال كثير ويحبه زي عينيه ويرقوا الجار جاي يعجبه ما يعشيه. نمرة ثلاثة قال السكري والضغط لابد يكون فيه. يجيب له الحكيم لازم يتمم له. يعلن له الحذر قال حالي ما يدانيه وممنوع الغضب برضو الفرح ما يجيه ولا حد ما تفرح ما تغضب ما تاكل شنو.
خلاص خالي مشى مع ناس الغنى، السنه الاولى قبض ضغط، والسنه الجايه قبض سكري، والسنه اللي بعدها ارسلوه رساله مصران، بقى ياكل اي حاجه يطرشها. مشى لاكبر طبيب قال لي تاكل عيشه وزنوجيه خاليه ملح مع شاي خالي سكر بعد 24 ساعه، كل 24 ساعه تاكل وجيه بس. وبالمواصفات دي اذا زدت عليها يا بتمشي المستشفى يا بتمشي المغارب. هسه خالي بيحاول فيه قال لي انت قاعد تديني الفقر واديك الغنى وازيدك 50 مليون وانا رفضت، لان انا ما عندي قروش لكن بمشي اي بلد، اي بلد بمشي. تلقاني جالس مع البسطاء، جالس مع ناس التلفزيون، مع الصوفيه، وبمناسبه الصوفيه ذات ممكن نقول هناخد حاجات كثيره جدا عن موضوع الصوفيه، لكن بيني وبينك كده احنا مع الهوس الجيب كيف؟ والله ناس مفلس جيبي ابيض عادي من المليين، يوم على التالي يوم في السوق فوز الدين، يوم حطاب، يوم تلقاني شغالني. طيب الصحة كيف؟ الصحة كيف يا عم فهد؟ صحة تمام. الحمد لله. صحة تمام. طيب احنا عندنا فاصل اعلاني، نشاهد مع بعض ونرجع نواصل المساجد. خليكم معنا.